اشهر ادويه الجي ال بي 1 اللي هي مونجارو او اوزيمبيك او ويجوفي كانت مرتبطه في دماغ الناس بفكره ان لازم تحقن نفسك، لكن تخيل انك تقدر تنشط نفس مستقبل الجي ال بي 1 ده بقرص واحد يوميا ومن غير حقنه كمان ومن غير نفس القواعد والقيود الصارمه مع بعض ادويه الجي ال بي 1 اللي كانت عن طريق الفم. الدواء ده هو الفوندايو او الماده الفعاله بتاعته اسمها اورفورجليبرون. الفوندايو او الاورفورجليبرون حصل على موافقه الاف دي اي الامريكيه ابريل اللي فات لعلاج السمنه واداره الوزن، كمان حصل على موافقه السعودي اف دي اي من ايام قليله فات. لكن قبل ما نقول خلاص ظهر مونجارو في قرص، استنى لان القصه مش بالصوره السهله دي. انا الصيدلي احمد ماضي ويلا بينا نبدا كلامنا على الفوندايو. خليني اقول لك الاول ازاي اصلا ممكن دواء جي ال بي 1 يشتغل من خلال قرص. الاورفورجليبرون هو دواء بيشتغل على مستقبل اسمه جي ال بي 1 ريسبتور، والجي ال بي 1 ده هرمون طبيعي في جسمنا وله دور مهم في تنظيم الشهيه والشبع وسكر الدم وحركه الجهاز الهضمي. لكن الاورفورجليبرون عنده ميزه مختلفه جدا، هو انه سمول مولكيول ومش بيبتايد زي بقيه الادويه اللي هي المونجارو او الاوزيمبيك او الويجوفي. طيب خلينا نقول يعني ايه بيبتايد من الاول. ببساطه البيبتايد هو سلسله صغيره من الاحماض الامينيه، والاحماض الامينيه دي هي نفس الوحدات الاساسيه اللي بتكون البروتينات، وجسمنا اصلا بيستخدم البيبتايدز دي كتير كهرمونات واشارات بين الخلايا ومن ضمنها الجي ال بي 1. طيب هنا بتظهر المشكله ان انت لما تاخد البيبتايد كدواء عن طريق الفم الجهاز الهضمي ممكن يتعامل معاه زي البروتين اللي بناكله بالظبط كانه حته لحمه مثلا. الانزيمات الهاضمه دي بتبدا تكسر البيبتايدز وبالتالي كميه كبيره جدا من الدواء دي ممكن ما توصلش للدم بالشكل المطلوب، وده احد الاسباب اللي خلت ادويه زي السيماجلوتايد او التيرزلتايد تتطور اساسا كحقن. هل معنى كده ان البيبتايد مستحيل يبقى قرص؟ الحقيقه انه لا، وبالدليل ان عندنا مثال واضح جدا اسمه الريبلسس. ممكن تقول لي يا ماضي ما هو الريبلسس اصلا سيماجلوتايد وبيتاخد قرص. الحقيقه انه صح، لكن هنا في تفصيله مهمه، هو ان السيماجلوتايد ده بيبتايد والريبلسس مش مجرد سيماجلوتايد في شكل قرص، يعني مش بيبتايد في شكل قرص، امتصاصه بالفم هيبقى ضعيف جدا. عشان كده في تركيبته فيها ماده اسمها الاس ان اي سي، ودي بتساعد على توفير الظروف المناسبه حوالين ماده السيماجلوتايد في المعده عشان يعدي بسلام من العصاره الموجوده في المعده وبالتالي يقدر يمتص من الدم. وعشان كده طريقه تناول الريبلسس بتبقى مهمه جدا، بيتاخد على معده فاضيه الصبح ومع كميه محدده من الميه، وبعده لازم تستنى قبل الاكل او الشرب او انك تتناول اي ادويه ثانيه. يعني هو قرص، لكن قرص بيبقى ليه قواعد وقيود مهمه جدا. وهنا بقى الاورفورجليبرون مختلف شويه اللي هو الفوندايو. الاورفورجليبرون مش بيبتايد، هو في الاساس سمول مولكيول يعني جزيء دوائي مختلف تماما، لكنه قادر على تنشيط مستقبل الجي ال بي 1 وده سمح بتطويره كدواء عن طريق الفم بيؤخذ مره واحده. والميزه العمليه واهم ميزه في الاورفورجليبرون انه بيتاخد مع الاكل او بدون، يعني مش بنفس قيود الصيام والميه الموجوده مع الريبلسس. فاحنا مش عملنا مونجارو او اوزيمبيك في صوره قرص، احنا استخدمنا جزيء مختلف تماما يقدر ينشط نفس المسار لكن بطريقه بتسمح باستخدامه عن طريق الفم، ودي واحده من اهم افكار الاورفورجليبرون. طيب لما الاورفورجليبرون بينشط مستقبل الجي ال بي 1 ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه معانا بتحصل هي ان الشهيه بتقل والاحساس بالشبع بيزيد، يعني ممكن تشبع من كميه اكل اقل. تاني حاجه انه بيأثر على حركه الجهاز الهضمي، ومن ضمن تاثيراته انه بيأخر تفريغ المعده وده ممكن يساعد على استمرار الاحساس بالامتلاء والشبع. تالت حاجه معانا ان الجي ال بي 1 له دور مهم في تنظيم سكر الدم، انه بيساعد في زياده افراز الانسولين بطريقه مرتبطه بمستوى الجلوكوز وبيقلل افراز الجلوكاجون. فلو عايزين نبسطها هنقول ان الفوندايو بيخليك تحس بجوع اقل، شبع اكتر، تنظيم افضل للجلوكوز، وده بيؤدي في الاخر انه بيساعد في نزول الوزن. لكن مهم تعرف ان هو مش حارق للدهون بالمعنى اللي الناس كتير متخيله. طيب السؤال المحوري بقى حوالين الفوندايو، هل هو فعلا بينزل وزن؟ هل الكلام ده مجرد نظريه؟ الحقيقه انه لا، لان في دراسات اتعملت استمرت 72 اسبوع تقريبا ظهر معاها نزول واضح في الوزن مقارنه طبعا بالبلاسيبو. وفي احدى دراسات السمنه وصل متوسط فقدان الوزن مع اعلى جرعه ل 12% من وزن الجسم. لكن خلي بالك ان ده متوسط دراسات، لكن الاستجابه بتختلف من جسم للتاني، يعني الاختلاف هيبقى معايا انا غير معاك انت، تبقى نسب متفاوته، لكن في المتوسط هتبقى 12% من مستوى الوزن. طيب نيجي كمان لسؤال مهم محوري معانا، هل ليه اعراض جانبيه؟ بخصوص اعراضه هنا لازم نكون واقعيين، كونه قرص مش معناه انه من غير اعراض جانبيه، لاننا ما زلنا بنتعامل مع دواء بيشتغل على مسار الجي ال بي 1 واشهر اعراضه كالمعتاد غثيان، ممكن امساك، اسهال، ترجيع، عسر هضم، الم او عدم ارتياح في المعده او قلبان في المعده زي ما المرضى بتيجي لنا الصيدليه وبتشتكي لنا من الاعراض. غالبا الاعراض الهضميه دي بتكون اوضح مع زياده الجرعه. وكمان في تحذيرات مهمه ان ممكن يحصل التهاب في البنكرياس، ممكن مشاكل في المراره، والجفاف ممكن يترتب معاه مشاكل مع وظائف الكلى. كمان في تحذير مهم متعلق باورام الغده الدرقيه، لذلك انه لا يستخدم عند وجود تاريخ مرضي شخصي او عائلي خاص بالمرض ده. وفي حاجه مهمه كمان عايزين نقولها وبنسبق بيها، انه ما ينفعش تجمعه مع جي ال بي 1 ريسبتورز اجونست تاني زي الاوزيمبيك او الريبلسس او المونجارو. نيجي بقى بعد كده للجرعه. الجرعه مش بتبدا عاليه كالمعتاد برضو زي الريبلسس وغيره، البدايه بتبقى مره واحده يوميا، اقل جرعه موجوده اللي هي 8 من 10 مللي جرام، وبعدها بيتم رفع الجرعه تدريجيا على حسب الاستجابه والتحمل. والجرعه القصوى المعتمده الى الان هي 17.2. والميزه البسيطه جدا في الاستخدام زي ما احنا قلنا انه بيتاخد مره واحده
واحده يوميا مع او بدون الاكل. خلينا نعمل مقارنه سريعه بين الجي ال بي 1 اللي موجودين في السوق ونبدا بالريبلسس. الريبلسس مادته سيماجلوتايد وهو بيبتايد جي ال بي 1 اجونست وفي صوره قرص، لكن ليه قيود خاصه في الاستخدام. نيجي بعد كده للويجوفي او الاوزمبيك، هم نفس الماده الفعاله اللي هم السيماجلوتايد لكن في صوره حقنه وهم برضه بيبتايد. اما المونجارو مادته التيرازيبتايد وده مختلف لانه بيشتغل على تو ريسبتورز اللي هم جي اي بي وجي ال بي 1. اما الاورفورجليبروم بطل حلقتنا النهارده فهو سمول موليكيول نون بيبتايد بيشتغل على جي ال بي 1 لكن في صوره قرص يوميا مع او بدون الاكل. نيجي لسؤال مهم بيراود الكثير، هل هو اقوى من المونجارو؟ هنا خلي بالك، لو حد قال لك الاورفورجليبروم اقوى من المونجارو او العكس او المونجارو اقوى اكيد، لازم نسال نفسنا سؤال، هل ده بناء على دراسه؟ لان مقارنه نسب نزول الوزن بين دراسات مختلفه مش مقارنه عادله تماما، احنا محتاجين هيد تو هيد ترايل عشان نعرف بشكل مباشر مين الافضل. لكن الاورفورجليبروم عنده ميزه مهمه جدا تنافسيه، انه بيدينا طريقه سهله وبسيطه بدون قيود لتنشيط الجي ال بي 1 من غير حقن طبعا. فلو عايز تفتكر الاورفورجليبروم او الفوندايو في 10 ثواني هنقول ان هو جي ال بي 1 ريسبتور اجونست سمول موليكيول قرص مش حقنه مره واحده يوميا مع او بدون الاكل، لكن هو مش مونجارو في قرص ومش معنى كده انه اقوى من الحقن. كان معكم الصيدلي احمد ماضي، وخليك فاكر ان المعلومه الصح بتفرق جدا.